صباح الخير. Good morning. شو اخباركم؟ فيني صداع يهودي. في مشكلة مستحيل. الإبرة الشهرية اللي أخذها كل شهر مالت الصداع النصفي، أول 3 شهور بيرفكت، من 5 أيام أخذتها، هاي الرابعة. المفروض إن أنا أشوف الدكتورة وإنه يعني بعد 3 شهور. الدكتورة مسافرة، يعني ما أقدر أنتظرها 3 أسابيع وأقعد أموت من الألم، ولا أبي أرجع أخذ الأدوية. الأدوية عبارة عن يعني أنواع دراجز بشكل مخيف، يعني أنا بنادول يسكرني يعني، فما أخذ أدوية. المهم أنا رحت أخذت الإبرة وصفوها لي نفس المستشفى. ما أقدر أسولف. أخذت الإبرة من 5 أيام و 6 أيام. الإبرة نفس التطعيم في الكتف أو البطن. المهم إنه يعني أنا صحيت اليوم معاي يعني إكستريم الصداع، والله مو قادرة أفتح عيني من الألم. أتوقع لازم أرجع أروح حق دكتورة ليلى النجار. she's perfect والله. يعني وقت اللي كنت أتعالج عندها بالإبر الصينية كانت يعني لما تكون فيني الحين الأزمة، الحين قاعد أموت من الألم، أروح لها تعرف وين يعني مناطق الألم وتحط الإبر فيهم. فأتوقع إني أنا I have to contact her وأروح. مو طبيعي، أحس من كثر الألم برجع. صباح الخير. شو كان بدي؟ خلينا نسولف عن الإيفنت. دائما في البحرين تحديدا وضع فكرة ان في ايفنت بالصيف الناس مو قاعدة تستقبلها، which is غلط، لان صاير التركيز فقط على الشتاء والفعاليات الاوتدور. لما مثلا الواحد يرتب شيء، الحين الشارع مسكر، يلا نطلع قطوع. يلا بسم الله. اليوم الشاحنة مسكرة، شارع القطوع. نطلع دايركت على الإشارة ولا؟ أيوة بسم الله. حقت السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. شكرا لكم. الشارع قاعدين يعدلون فيه لأنه بيسوون شارع دايركت لين الجسر. الله طابوق بالشارع. المهم الإيفنتات صايرة بس في الشتاء. إنزين الحين بالصيف ملل، يعني ليش ننتظر بس هيئة السياحة تسوي فترة بسيطة اللي هي مالت
صيف البحرين، يعني ننتظر بس هيئة السياحة يسوون لنا كل سنة ألعاب بس هاي الفترة البسيطة، وبعدين زين خلاص شو نسوي. لازم يكون في هاي الثقافة انه يعني مثل الكويت، مثل الدوحة، مثل السعودية، اي وقت ايفنتات، اي وقت في اي مكان ايفنت. ف متعبين والله. يعني انا طول عمري كنت اشتغل ايفنتات بالشتاء، اقول السوق يبي كذي، زين ما يصير حتى بالصيف في اماكن اندور يستوي فيها ايفنت. ليش التركيز بس على شيء بسيط بازار؟ ليش ما يصير شيء كبير بالصيف؟ ليش تنتظرون بس هيئة السياحة تسوي؟ المهم ان قاعدة ارتب الحين كم شغلة. عندي ايفنت نهاية هالشهر. الايفنت راح يكون سعودو فايبس ايفنت، دعم للمشاريع البحرينية تحديدا، ودعم للمشاريع المتعثرة اللي تضررت كثير ايام الحرب، سواء كافيهات، مطاعم، محلات، اشياء اونلاين، حتى الناس اللي ما عندهم سجلات تجارية. قلت لكم تقدرون تتواصلون معي و I'll help you out. أنا من ناحيتي إعلانات مجانية 100%، وما راح آخذ ولا ريال على ولا مشروع، زيرو. فأي أحد يحتاج يطلع منتجه يتواصل معي دايركت. إذا ما قدرت أرد بسناب بحط لكم 6 أرقام مختلفة، دقوا على اللي تبون ومالكم لطيبة الخاطر. كل المشاريع البحرينية، حتى اللي عندهم محلات، كل المشاريع البحرينية 100% الدعم مجاني مجاني مجاني. واللي يبي يطلع شغله أكثر ويبي أرتب له باكيجات مناسبة حق يعني ميزانيته، وايد ناس ترى أنا بعد يعني كان عندي مجال حق فري، فوايد ناس اوريدي عطيتهم مجان البوثات. فكلموني تواصلوا معاي، مالكم لطيبة الخاطر. شيروا هذا السناب حق اي احد تعرفونه عنده بزنس، هوم بزنس، عنده محل متضرر من الحرب ولا واتيفر او خسر. اي احد عنده محل وشغال بس يحتاج دعم بعد من عيوني الثنتين، تواصلوا معي وبحط لكم ارقام تقدرون تكلمونهم، قولوا لهم احنا نحتاج دعم من العناصر.